خبر عاجل: نادي يوفنتوس بيرغب تماما في ضم لاعب نادي برشلونة هو اللعيب رونالدو اروخو في ميركاتو الشتوي الحالي 2025. طبعا لحد دلوقتي مفيش اتفاق كامل ما بين نادي يوفنتوس او ما بين نادي برشلونة، لكن اللعيب لحد دلوقتي هو سعيد جدا مع نادي برشلونة. طبعا في حال عدم اتمام الصفقة، بمعنى نادي يوفنتوس لو ما تممش في الصفقه في الميركاتو الشتوي الحالي من اجل ضم المدافع رونالدو اروخو، فهيحاول بقدر الامكان ان هو يتعاقد معاه باي طريقه ممكنه في الميركاتو الصيف اللي جاي 2025. من المقرر ان اساسا عقد لاعب رونالدو اروخو هينتهي مع نادي برشلونه 30/6 2026. معلومه بسيطه: نادي بايرن ميونخ كان مهتم بضم اللاعب تحديدا، كان يوم 29/11 2023، لكن نادي بايرن ميونخ رفض تماما ان هو يتعاقد مع اللعيب، او بمعنى اصح ان اللعيب بذات نفسه هو ونادي برشلونه رفضوا تماما اي عروض جايه لهم من اي نادي تاني.